لو فاكر انك اول ما توصل اندونيسيا هتنجح بسرعة، يبقى لازم تسمع الفيديو ده للنهاية، لان الحقيقة مختلفة تماما وفي ناس خسرت كل فلوسها هنا بسبب اخطاء بسيطة. انا مش بقولك الكلام ده عشان اخوفك، بالعكس اندونيسيا فيها فرص نجاح حقيقية، بس النجاح هنا ليه قواعد واللي مش فاهمها بيقع. اول حاجة لازم تفهمها، اندونيسيا مش زي اي بلد عربي. هنا الناس بتحترم الهدوء، الاسلوب والعلاقات الطويلة، مش حد مستعجل عاوز يكسب بسرعة. لو دخلت بعقلية انا عاوز اكسب فلوس بسرعة، غالبا هتخسر. تاني حاجة واخطر غلطة بيقع فيها اي حد جديد، انه بيثق بسرعة في الناس. وممكن حد يقابلك يبتسم ويتكلم كويس، بس ده مش معناه انه شريك مناسب. خلي بالك في ناس شغلها انها تستغل الاجانب. الحاجة التالتة، النجاح الحقيقي هنا في اندونيسيا ابني علاقات مش صفقات. العلاقة هنا اهم من الفلوس. لما الناس تثق فيك الفرصة هتيجي لوحدها. اتعلم اللغة حتى لو بسيط، كلمة سلام شكرا بتفرق جدا وبتخلي الناس تحبك. انزل السوق بنفسك، متسمعش كلام حد، شوف بعينك، افهم الناس بتشتري ايه وبتفكر ازاي. ابدأ صغير هتكبر براحتك، متدخلش بكل فلوسك مرة واحدة، جرب الأول. حاجة كمان، السر مش في البلد، السر فيك انت. لو عندك صبر وبتتعلم وبتفهم الناس هتنجح هنا اكتر من اي مكان تاني. حاجة كمان حابب اقولها لكم، اندونيسيا مش بلد سهلة، لكنها بلد الفرص الذكية. لو لعبتها صح هتكسب كتير، ولو استعجلت ممكن تخسر كل حاجة. قولي في الكومنت ايه اكتر حاجة خايف منها لو جيت اندونيسيا. متنساش لايك واشترك عشان اقول لك الفيديو الجاي اسرار محدش هيقولها لك.